يا صباح الخير ويا مساء الخير اللي بيتفرج بالليل. اهلا بيكم في حلقه جديده من ضمن الحلقات اللي بعملها، والحلقه دي هتكلم فيها مش عارف بالظبط هتكلم في ايه، بس في كام موضوع كده عايز اتكلم معاكم فيه. اولا انا اصلا بدايه كده علشان انا متضايق صراحه من كام حاجه حصلت على اليوتيوب عندي، ان انا بيحصل لي بينقص المشاهدات عندي. يعني انا مش عارف ليه اليوتيوب بيخلي الفيديوهات عندي بتنقص بالشكل ده. يعني مش عارف ايه السبب، يعني ايه اللي يخليهم ان هم ينقصوا المشاهدات عندي على الفيديوهات، مع اني اصلا فيديوهاتي اصلا مش جايبه يعني فيديوهات كبيره. يعني ايه السبب؟ يعني فمش عارف، فدي حاجه مضايقاني جدا ومسببه لي ازعاج. يعني دي حاجه التانية عايز اتكلم عن الفراغ المميت اللي هو بيخلينا ان احنا نعمل افعال ونعمل اشياء مش راضيين عنها وحاجات من هذا القبيل. فالفراغ بصراحة انا شايف ان الفراغ لازم الواحد يشغله باي شكل، باي طريقة، باي شكل، علشان ما يسببلوش مشاكل ولا اشياء تخليه ان هو يعمل حاجات هو مش عايز يعملها. فاهمين قصدي؟ انا بصراحة في كام موضوع في دماغي مش عارف يعني يعني ميعادهم ان انا اتكلم فيهم دلوقتي ولا لا. يعني انا مثلا كنت عايز ان يبقى مثلا كل 11 يوم او كل 7 ايام اعمل فيديو، لكن الفراغ وسياسة اليوتيوب الغريبة ان انا مثلا لو عملت فيديو مثلا دلوقتي وعملت فيديو مثلا كمان 7 ايام ولا كمان 11 يوم، الريتش يقع خالص والفيديوهات تقع خالص والحاجات دي كلها تقع خالص، وما بقاش في اي حاجة بقى ايه الناس تشوفها بشكل كويس، او ناس تيجي لهم اصلا فيديوهات ويعرفوا يشوفوني بشكل كويس واعرف ان انا ايه انتشر اكتر على اليوتيوب. مش عارف الموضوع ده يعني مرة واحدة كده بقيت مهتم قوي بالموضوع ده، بس هي حاجة بتفرحني وحاجة بتسعدني وحاجة بتخليني انا في امل، في شيء بعمله، في شيء بنفذه، في شيء من وحي ارادتي انا الشخصية اللي هو اليوتيوب، ان انا لما انجح فيه هبقى مبسوط، احس ان انا احس بسعادة، احس بانبساط. فاهمين قصدي؟ دي ده في دماغي دلوقتي بخصوص الموضوع ده. اما الموضوعين اللي انا عايز اتكلم فيهم، كنت عايز اتكلم عن التحكم، بس ده كلام يعني بقى مجعلص وكلام عميق شويه، فلو بتحبوا الحاجات المجعلصه والعميقه كملوا معايا، لو مش عايزين براحتكم برضو اللي انتوا شايفينه. تمام؟ يعني عايز اتكلم عن التحكم بالعقول. يعني المصطلح ده اول مره اسمع عنه او اشوفه او اعرف عنه، يعني كان على سلسله القادمون على اليوتيوب. كانوا عاملين سلسله بتتحرى المسيح الدجال وقدوم المهدي المنتظر والحاجات دي، حاجه من هذا القبيل يعني. وكانوا هم بيتكلموا عن التحكم بالعقول، ان احنا ازاي بيتم التحكم في عقولنا من خلال التلفزيون، من خلال الاعلام، من خلال الجرايد، من خلال السوشيال ميديا، من خلال دي كلها الحاجات دي كلها اللي هي بتكون ناتجة عن فكرة ان احنا بيتم تلقيننا وبيتم احكامنا وبيتم يعني التحكم بعقولنا من خلال الاشياء اللي بيتم عرضها والاشياء اللي هي بيتم وجودها على المواقع دي وعلى الاماكن دي، زي التلفزيون، زي الاعلام، زي الجرايد، زي السوشيال ميديا. الحاجات اللي هي بتبقى معروضه دي كلها هي بتشكل عقلنا وبتشكل افكارنا وبتشكل تفكيرنا وبتشكل معتقداتنا وبتشكل سلوكياتنا وبتشكل الحاجات دي كلها. فاحنا علشان
ما يتمش التحكم بعقولنا بالشكل ده، الا وهو ان احنا نبقى عندنا تفكير تحليلي نقدي. هو مصطلح كبير شوية ومجعلص، بس هو الفكرة ان انت ببساطة يعني ان انت مش اي حاجة تستقبلها، وفي نفس الوقت برضو تكون عندك ميزة يعني سمة من سمات الباحث، ان انت تبقى عندك البحث، ان انت تدور وتشوف وتعرف الحقيقة وتكتشف وتتعلم وتبتكر، وتعرف ان الحقيقة هي مش هتجيلك لغاية عندك. فاهمين قصدي؟ يعني مثلا لما هم عملوا الفيسبوك وعملوا تويتر وعملوا الحاجات دي كلها، كان الهدف منها كان ببلاش، لان الهدف منها الشخص نفسه او البني ادم نفسه، لان احنا مره واحده لقينا ان احنا مدمنين الاشياء دي، والاشياء دي بقت في حياتنا وبقت بتشكل حياتنا، وبقينا احنا يعني مدمنين الاشياء دي، ومخلينا ان احنا دايما باستمرار ان احنا نستخدمها، ودايما باستمرار ان احنا نتعامل عليها، ودايما بنعرف الاخبار منها والحاجات دي كلها. فده من ضمن الاشياء برضو اللي الناس يعني عليها تحكم من خلال الاشياء دي، زي الفيسبوك، زي التويتر، زي الحاجات دي كلها. فاهمين قصدي؟ فبصراحة يعني فكرة التحكم بالعقول دي فكرة مهمة جدا، علشان ما نبقاش اشخاص بيتم التحكم علينا باشياء مختلفة وحاجات دي كلها. دي حاجة تانية. الفكرة التانية انا عايزة اللي تبقى يعني تبقى حديث الحلقة كلها، ما يبقاش مثلا تدخل فيها في كذا حاجة وكده، يعني تبقى خالصة مخلصة، تبقى الحلقة كلها عليها يعني. فاهمين قصدي؟ بس فدي الحاجة التالتة بقى، انا بصراحة يعني متضايق شوية اليومين دول، وعندي احاسيس يعني محبطة شوية، مش عارف ايه الاسباب ومش عارف ايه السبب، بس حاسس ان انا يعني بزق حيطة قوية وجديدة. مش سهل خالص ان الواحد ينجح، مش سهل خالص ان الواحد يتغير، مش سهل خالص ان الواحد يحدث تغيير في حياته، مش سهل خالص الحاجات دي. فانا بصراحة عايز اظبط حياتي، وعايز اظبط افكاري، واظبط الاشياء اللي انا بتفرج عليها والاشياء اللي انا بقراها والحاجات دي، علشان اقدر استوعب واقدر استعيد قدرتي تاني. لان انتوا زي ما انتوا عارفين ان انا كنت بعمل فيديوهات على طول باستمرار كل يوم، فالموضوع كان مسلي وكان لطيف، وكان برضو بجني ثماره، ان في مشاهدات، في متابعين، في لايكس، في الحاجات دي كلها. فالموضوع كان ممتع صراحة وكان لطيف. لكن دلوقتي العملية يعني راكدة شوية، بسبب ان انا يعني بعاند اليوتيوب شوية، بقول له لا انا عايز اعمل كل 7 ايام، عايز اعمل كل 11 يوم. لا هو بيقول لي لا، لازم كل يوم، لازم كل يومين، لازم كل 3 ايام، بحيث ان الفيديوهات توصل لاكبر عدد ممكن من الناس. فده مسبب لي ازعاج، ومسبب لي ارق، ومسبب لي دوشه في دماغي، علشان انا مش متعود اعمل كده. فاهمين قصدي؟ ده يعني ببساطه في الجوانب دي كلها. فمش عارف، ممكن نكمل، ممكن نتكلم يعني. وبرضو عايز اكمل في سلسلة مين، لو تعرفوها اللي انا عاملها على اليوتيوب. برضو اتكلمت فيها عن صالح جازي، وكلمت فيها عن وائل الصديق، وكلمت فيها عن اياد الموجي، وكلمت فيها عن ليلى فضة، وكمان عايز اتكلم عن ناس ثانية ان شاء الله، اتكلم عنهم، اقول لكم خباياهم، واقول لكم الموقف تبعي اتجاههم عامل ازاي، وازاي انا شايفهم من وجهة نظري. فاهمين قصدي؟ فده يعني ببساطة كده وبسلاسة
علشان انتوا ما تزهقوش، وفي نفس الوقت انا متعود برضو دايما ان انا اعمل فيديو في خلال 10 دقايق او 15 دقيقة. شكرا لكم ان انتوا اتفرجتوا اللحظة دي، وكان معكم وائل حامد. اشوفكم على خير، و مع السلامة.